تخيل انك ماشي في غابة حواليك شجر طويل طبيعي جدا لحد ما تكتشف حاجة غريبة. كل شجرة حواليك منحنية من تحت في نفس الاتجاه ونفس شكل الانحناء بالظبط. طب ايه المكان ده وايه اللي حصل للأشجار دي وازاي شكلهم كلهم كده بنفس الشكل تقريبا؟ المكان ده اسمه الغابة الملتوية، موجود في جنوب بولندا. حوالي 400 شجرة صنوبر مزروعة من سنة 1930 تقريبا. لكن اللي غريب فعلا ان كل الاشجار في منطقة معينة بس من الغابة هي اللي شكلها كده. القواعد بتاعتها من تحت متنية بزاوية 90 درجة وبعد كده بتكمل بشكل طبيعي لفوق. ولو حد بيهتم بالزرع هيعرف ان ممكن احيانا الشجر يميل لناحية معينة وبتكون الناحية دي فيها مصدر اضاءة قوي او شمس قوية شوية، لان زي ما كلنا عارفين ان اي شجر بيحتاج اضاءة عشان يعمل عملية البناء الضوئي. بس الافتراض ده ما ينطبقش على الحالة دي لان باقي الاشجار الموجودة طالعة بشكل طبيعي. طيب ايه اللي خلاهم يميلوا كده؟ الحقيقة مفيش إجابة أكيدة، بس في شوية نظريات غريبة وكلهم مش منطقيين الصراحة. في ناس بتقول إن هم تعرضوا لعاصفة قوية وهم لسه صغيرين والعاصفة دي خلتهم يميلوا كده، بس ده مش منطقي لأن نرجع ونقول إن مفيش أي شجرة تانية غيرهم في المنطقة حصل لها كده. وفي نظرية تانية بتقول إن الفلاحين هم اللي تنوا الأشجار دي بإيديهم عشان يستخدموا الخشب بعد كده في صناعة القوارب والأساس، بس ليه سابوهم وما كملوش؟ او ليه ما قطعوش الشجرة كلها مثلا؟ واخر واغرب نظرية ان في ناس شايفة ان ده مش من صنع البشر اصلا وان المنطقة دي بيحصل فيها ظواهر غريبة ودي من ضمن الظواهر، بس ما نقدرش نأكد الكلام لان كله مبني على افتراضات. ولحد النهاردة العلم مش قادر يفسر سبب الظاهرة دي بالظبط، والمكان اتساب زي ما هو وتحول لمعلم سياحي غريب بيشد السياح والمصورين من كل العالم، وتفضل الطبيعة تأكد لنا اننا ما نعرفش اي حاجة عنها ومهما حاولنا هتفضل تبهرنا. طب انت بقى لو كنت ماشي في الغابة دي وشفت المنظر ده بعينك هتفكر انه بسبب ايه؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات واستنوني الفيديو الجاي واحنا بنكتشف مع بعض العالم. وبس، باي باي.